السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا صفحة المطبخ الجزائري مطبخ بالجالية. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. جيتكم اليوم بوصفة جد لذيذة ألا وهي وصفة فريكاسي توالم. في هذا الوقت اللي رانا فيه توالم كي نروحوا البحر. نروح نباشر المقادير وكيفية التحضير. في وعاء تاعي كنت حضرت فارينة حوالي 500 غرام فارينة، ما يعادل رطل تاع فارينة، ملعقة كبيرة تاع حليب لحظة أو غبرة، ملعقة تاع ملح تكون ممسوحة، ملعقة خميرة خبز تكون ممسوحة معذرة، وشوية سكر حوالي ملعقة صغيرة تاع سكر. نخلط النواشف جيدا. بعدها نبدأ نضيف في الماء الدافي مع 2 ملاعق إلى 3 ملاعق تاع زيت تاع الأكل عادية، وزوج ملاعق تاع خل. ركزوا لي على 2 ملاعق تاع خل لأنه يعمل عمل محسن. نلمد بالماء الدافي هذاك حتى تلمد لي عجينة ونتحصل على عجينة طرية كما كانت موضحة. نخليها ترتاح حتى يضاعف الحجم تاعها. بعدها نعاود نهبط العجينة، نعاود نخليها تخمر. بعد ما تخمر نفتحها ونقطعها بأي عفسة عندكم دائرية، وكي تجوا تقلوها طولوها شوية باش تحكم لكم هذاك الشكل طويل. نحط الزيت تاعي تسخن. بعد ما تسخن نحط هذاك الخبز تاعي تاع خبز الفريكاسي يتقلى، نقلبوه على الجهتين، نرشوه بالزيت، نحاولوا يعني نطيبوه حتى على الجناب. يعني انا هذيك العجينه للامانه ما استعملتهاش كامل لانها يعني عجينه كبيره. خرجت لي 16 خبزه. باقي العجين خبيته في المجمد. العجينه تقدروا تخبوها في المجمد مرة تعاودوا تجبدوها. هاوليك الخبز تاع الفريكاسي تاعي بعد ما تنفخ لي وجاك النبوله ما شاء الله. بالنسبه للحشو انا استعملت بطاطا مقليه مربعات، بيض مغلي مقطع الى مربعات، طون تاع الزيت من الاحسن استعملوا نوعيه جيده. الزيت تاعو ما ترموهاش. انا خليت هذيك الزيت تاع الطون. مره اخرى كي ندير يعني اي حاجه تاع باستا تاع معجنات نستعملها، ولا في البيتزا نستعملها. استعملت كذلك زيتون اخضر مقطع والمعدنوس. بالنسبه للزيتون تحبوا تستعملوا زيتون اسود ولا كيما حبيتوا نتوما. ندير هريسه من تحت اللي كنت خففتها بالماء. درت البطاطا، البيض مغلي، الطون تاعي والزيتون والمعدنوس، وقدمته بهذا الشكل. ان شاء الله تجربوه. ما تنساوش متابعه القناه، والسلام عليكم.